مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنمدكم بمزيد من المعلومات الحصرية والخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. في اجتماع مع كبار الوزراء، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل قاطع: قطعت عهدا مع الله، سنخوض حربا بلا هوادة. وتابع الرئيس: نخوض حربا بلا هوادة ضد المفسدين الذين ما زالوا إلى حد اليوم يتخفون وراء بعض الأشخاص، وأعلم جيدا اللوبيات التي تعمل من خلال جملة من الجمعيات أو وسائل الإعلام. وأكد رئيس الدولة على أن مركز القرار واحد، ولا بد أن يعلم هذا المركز بأننا نعلم بوجوده ولن يكون بمنأى عن المحاسبة، مضيفا بالقول: كل يوم تصلني عشرات الملفات المتعلقة بالفساد، شكاوى وعرائض في مجال النقل والأدوية وأملاك الدولة، لا يمر يوم واحد إلا وتصل إلى الرئاسة عشرات العرائض وأتدخل. كما أكد أنه سيصدر مرسوما لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون. وتابع بأنه يتعين على الموقوف أن يدفع أموال الشعب وليخرج من السجن، كاشفا بأن تهريب الأموال لا يزال مستمرا، فهم يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن الفساد متفشٍ على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، المطلوب منا اليوم تطهير البلاد، لقد طفح الكيل.